انا كناكل بزاف وكنتريني وما كنزيدش في الوزن، هو انكم الا كنتو منظمين الوجبات ديالكم كتاكلوا 5 او 6 او 4 الوجبات ديالكم متكامله، ولكن الا كانت التغذيه ديالكم ناقصه واخا تكون كتريني واخا ما عرفتش تكون كدير، الا كنتي كدير هذا المشكل هذا راه ما عمرك انك غادي تزيد في الوزن ديالك. السلام عليكم خوتي خواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو هذا غادي نوريكم واحد الوجبه اللي تقدروا توجدوها مورا التمرين وزوينه بزاف، فيها البروتين فيها الكارب فيها كاع داكشي اللي غادي تحتاجو، وغادي نجاوبكم على المشكل اللي كتقولوا ديال انكم كتاكلوا مزيان وكترينيو مزيان وما كتزيدوش في الوزن ديالكم. علاش ما كتزيدوش في الوزن ديالكم؟ في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم كلشي. ودابا الوجبه ديال اليوم اللي غادي نوجدو قبل من التمرين، عندي فيه هنايا ستيك ديال الدجاجه الخوت، وعندي هنايا السبانخ لي زيبينار، وعندي هذا الرز هذا اللي انا ديجا سالقو عندي موجود، وعندي هاد جوج كيريات اللي غادي نخدم بهم الخوت. واهم حاجه غنبداو بها دابا هي هاد الصدر ديال الدجاج، راني ديجا غاسلو، غنديرو هنايا كما كتشوفوا، ندير عليه واحد شويه ديال المليحه، نزيدو عليه شويه ديال البزار، وغادي نديرو يا اما الزيت اولا شويه ديال الزبده. ما غاديش نديرو الزيت بزاف، نديرو يا اما انا بعدا تنفضل ندير الزبده. وغادي نشعلو على هادشي في البوطه. غادي نزيدو واحد القطيره ديال الماء باش يدير لينا هاد الهدان هذا، يعطينا بحال لاصوص. غادي ندوزو نقطعو دوك لي زيبينار ديالنا، نغسلوهم شويه حيت يكون فيهم داك الوسخ وداكشي ضروري تغسلوهم. بالنسبه لي زيبينار الخوت، يا اما تقرضوهم يا اما تخليهم بحال هكا. وبالنسبه للمشكل اللي تيقول لك انا كنتريني وكناكل مزيان وما كنزيدش، ما يمكنش لك انت ترينيتي واحد الحصه وخرجتي من لاصال ومشيتي كليتي الحرشه ولا كليتي الخبز ولا شربتي اتاي وريحتي، راه ما يمكنش لك هكا انك تزيد بالوزن. الوزن ديالك الا بغيتي تزيدو خاصك تاكل التغذيه مزيان، تدخل البروتين، تدخل الكارب، تدخل الدهون الصحيه، تدخل السعرات الحراريه، تدخل بزاف ديال الحوايج. هذه هي اللي كتكون التغذيه اللي كتعاون باش انك تزيد في الوزن. اما خرجتي من حصه لاصال وكليتي اي حاجه هكا راه ما غاديش تزيد في الوزن ديالك. المهم الخوت، دابا بما نتسناو ان داك الهدان ديالنا غادي يطيب، هادو يا اما تقرضوهم ولا تخليهم بحال هكا باش نضيفوهم عليهم. من بعد ما طابوا دابا غادي نحاولوا نهزوا هاد الهدان هذا، وغادي هاد الماء ديالو اولا هاد لاصوص هي اللي غادي نطيبوا فيها لي زيبينار ديالنا. غنهزوا هاد الهدان ديالنا نديروه هنا باش نطيبوا لي زيبينار ديالنا في هاد لاصوص هذا باش كتعطي ديك اللذه ديالو. ملي غادي نحسو بهم طابو شويه غادي ندير عليهم هاد الكيريات هادو وغادي نمعسوهم مزيان. المهم كيف ما شفتوا من بعد كينزلوا لي زيبينار تيوليو بحال هكا، غادي ندير عليهم الكيريات وغادي نمعسوهم. المهم بالنسبه اللي غادي يقول لك واش ممكن نديروا فرماج عادي، هما الكيريات كيعطيو واحد البنه، ولكن الا بغا يدير بهذا الفرماج عادي ما كاين حتى شي مشكل يديرو.
ودابا الخوت غادي نحطو لادان غير باش يشرب هذا الفرماج هذا مع لي زيتينه اللي درنا. من بعد الخوت ما وجدت الوجبه ديالنا الروز غنديرو هنا بالزلافه، نحاول نورك عليه باش يعطيني بحال هاد الديكور هذا. وغادي ندير لادان ديالي ولي زيبينار هنايا، ندورهم على التفصيل. شي واحد الريحه عاديه زوينه بزاف بزاف الخوت. بغيتكم كاملين توجدوا هاد الوجبه هادي، بغيتكم تجيو لي كومونتير وتقولوا لي كيف جاتكم. وجبه زوينه فيها كاع داكشي اللي غتخصكم. وبالنسبه للمشكل اللي قلت لكم ديال الناس اللي كتريني وكتقول انا كناكل وما كنزادش في الوزن، كملوا معايا الفيديو حتى الاخر وغادي نشرح لكم هذا الشيء وبالتفصيل. كيف ما شفتوا هذه الوجبه الخوت حاولوا ديروها قبل الحصه ديالكم. المهم تقدروا ديروها حتى في الليل ما تغرب نعسوا، وجبه زوينه غنيه بالبروتين الكارب كاع داكشي اللي غتخصكم. ودابا الخوت غنخليكم نمشيو نكملوا الفيديو ديالنا باش نشرح لكم المشكل اللي كديروا وعلاش ما كتزيدوش في الوزن ديالكم واخا كتاكلوا واخا كتريني. ودابا الخوت غادي نهضروا على المشكل ديال انا كناكل بزاف وكنتريني وما كنزيدش في الوزن. انا اللي بغيت نقول لكم هو انكم الا كنتو منظمين الوجبات ديالكم كتاكلوا 5 او 6 او 4 الوجبات ديالكم متكامله فيها الكارب فيها السعرات الحراريه فيها البروتينات، ما يمكنش باش انكم ما تزيدوش في الوزن ديالكم. ولكن الا كانت التغذيه ديالكم ناقصه واخا تكون كتريني واخا ما عرفتش تكون كدير وما كتدخلش التغذيه اللي فيها السعرات الحراريه اللي تخليك انك تزيد في الوزن ديالك، الا كنتي كدير هذا المشكل هذا راه ما عمرك انك غادي تزيد في الوزن ديالك، حيت سوء التغذيه هي المشكل. كاينين بزاف ديال الناس اللي كياكلوا التغذيه كبيره ولكن ما فيهاش السعرات الحراريه، هذا هو المشكل اللي كيخليهم انهم ما يزيدوش في الوزن ديالهم او لا انهم يوصلوا على النتيجه اللي كيحلموا بها. اي حاجه فيها التعب يا تمارين رياضيه او الخدمه ديالك وكان عندك فيها الارهاق بزاف وكنتي ما كتاخذش التغذيه ديالك اللي فيها السعرات الحراريه، هادشي غادي يخليك انك غتبقى ديما تحرق وما غاديش تزيد في الوزن ديالك. لحقاش خاصك ديما انت كتريني او العمل ديالك ديما خاصك تدخل كميه كبيره ديال السعرات الحراريه، هادشي اللي كيخليك انك دوك الماكله اللي كليتي تعطيك الطاقه الجسم ديالك. كاينين واحد النوع ديال الاجسام اللي بالزربه كيزيدوا في الوزن، هادشي كينتج على الجينات، يعني الاسره ديالهم ولا هذاك الشيء يكون وراثي بالزربه تعطيهم الجسم ديالهم وبالزربه كيتزادوا. والناس اللي كتكون انها ضعيفه وما عندهاش كيفاش انها تكسب الوزن ما عليها الا تقاد التغذيه ديالها كيف ما قلت لكم. وتقدروا تفرجوا في الفيديو اللي حطيته لكم كيفاش انكم تزيدوا في الوزن ديالكم. حاولوا ماكسيموم تاكلوا 5 الوجبات في النهار ديالكم، وهاد ال5 الوجبات هادو يكونوا فيهم السعرات الحراريه يعني الكارب يعني بروتينات يعني بزاف ديال الحوايج اللي غيخليكم انكم تكسبوا الوزن ديالكم بالزربه وحتى الكتله العضليه. الا كنتو ما كتدخلوش التغذيه ديالكم واخا تكونوا كترينيو وراه ما عمركم غادي تكسبوا الوزن ديالكم. واللي بغيت نقول لكم اهم حاجه هي انكم التغذيه ديالكم تاكلوا مزيان وتدخلوا نسبه ديال البروتين الكارب الدهون الصحيه والسعرات الحراريه، هادشي اللي غيخليكم تزيدوا في الوزن ديالكم بالزربه الخوت. المهم حتى لهنا غيكون سالا الفيديو وتعرفوا اهم حاجه هي الماكله الا بغيتوا توصلوا لاحسن مستوى. تهلاو ليا في راسكم بزاف الناس اللي اول مره كتفرج فيا تهبط دابا تابونا، ما تنساوش لايك الفيديو وشي كومونتير. يلا الخوت تهلاو في راسكم بزاف 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 وما كاين غير دقوا سكات ونتشافوا حتى شي فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.